الأمير عبد القادر. ومن ثم فقط أذكركم بأني ما أقوله في القاعة إن شاء الله عن الأمير عبد القادر، وأترك الكلمة لأخوي. يا رب يا أكرم من أعطى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. والأفاضل والآباء الأكارم، الحملة الانتخابية وصلت إلى نهايتها. نحن في الربع ساعة الأخير من الشوط الثاني من المقابلة، وأنتم تعلمون أن في لغة كرة القدم تشتد المنافسة في الربع ساعة الأخير، وتكون الأهداف الأخيرة هي الأهداف القاتلة تاع الكترفنديس هذه التي لا يستطيع اللاعب يستطيع الحارس أن يمسكها مهما حاول. لذلك نحن اليوم في الربع ساعة الأخير، ونحن في تعريجاتنا الأخيرة على ولاية معسكر ثم إلى العاصمة إن شاء الله لنتمم جزء مما بقي. أنا أعرف أن هناك قوة إسلامية هنا في ولاية معسكر، وأعرف أن تيار إسلامي كبير هنا في ولاية معسكر، وأن الصحوة الإسلامية كما قال أخي الأستاذ حملاوي منذ الأمير عبد القادر ليست من اليوم. يعني بعض الناس يجون هنا الولاية وبعض الولايات الأخرى يقول لكم نحن لا نحب أو لا نريد إسلام الخميني، لا نريد إسلام السعودية، لا نريد إسلام قطر، لا نريد إسلام مصر. نحن الإسلام دخل هنا إلى هذه الديار منذ 14 قرن، سنة 83 هجرية دخل هنا الفاتحون ونشروا الإسلام، وإسلامنا إسلام متميز، إسلام جزائري أطره ابن باديس بالثلاثية الذهبية حينما قال الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزاء وطننا. ما نحتاج إسلام السعودية، ما نحتاج إسلام قطر، ما نحتاج إسلام مصر. عندنا علماءنا وعندنا دعاتنا وعندنا رجالنا وعندنا أئمتنا والحمد لله رب العالمين. لذلك هذا الكلام الذي يقوله بعض الناس نحن لا يؤثر فينا، لأننا نعرف أن شخصيتنا منسوجة بنسيج جزائري، وعقليتنا عقلية جزائرية، ونفسيتنا نفسية جزائرية، ولسنا بحاجة إلى أن نستورد، لا نستورد برلمان ولا نستورد حكومة ولا نستورد جيش ولا نستورد برنامج. عندنا الخير والبركة فقط. نحتاج أن ننظم أنفسنا، ينقصنا شوية تنظيم. يعني في سنوات الفوضى والجنون كما سميت، في سنوات المأساة الوطنية كما سميت، تحلت بعض القضايا من عندنا وبعض المشكلات جديدة، وطرحت بعض القضايا الجديدة، وبعض الناس تكدسوا على المدن والقرى صارت تقريبا خاوية على عروشها إلا ما رحم ربي. الآن نحتاج أن نعيد البناء نتاع الدولة الجزائرية والمجتمع الجزائري والأصالة الجزائرية بعقلية جديدة. عقلية جديدة علاش؟ الآن في الجزائر كان ثلاثة أجيال يعيشوا مع بعضها. كاين جيل الثورة، وكاين جيل الاستقلال، وكاين جيل المأساة الوطنية. يعني أبنائنا اللي يولدوا من جويه سنة 85 إلى اليوم، اللي أعمارهم الآن بين 20 إلى 30 عام. هذه الأجيال الثلاثة بيناتها شوي ديكالاج. الآباء يفكرون تفكير ماضي، تفكير فات شوية. أبنائهم يفكروا تفكير جاي في الوسط، وأبنائنا يفكروا تفكير متطور جدا. فنحتاج إلى أننا نعيد بعضنا إلى بعض، ويستفيد أهل العلم بأهل الخبرة باش نقدروا نمدوا الطاقة الجزائرية في الإسلام وفي اللغة العربية وفي التنمية لكل أبنائنا وبناتنا. نحن جمعنا بعضنا، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، وحركة الإصلاح. 3 حركات كنا في 97 وسنة 2002 وسنة 2007. كل واحد يجيك مقايمة، تجي حركة النهضة بقوائمها وبرنامجها وبخطابها قال أعطونا أصواتكم، وحركة الإصلاح ببرنامجها ورجالها وخطابها أعطونا أصواتكم، حركة مجتمع السلم كذلك برجالها وبرنامجها وخطابها أعطونا أصواتكم. اليوم هذه الأيام قررنا بفضل ربنا عز وجل ثم بدعاء الصالحين ومشورة الكبار بتاعنا وغيرهم أننا تكتلت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني في كتلة واحدة سمينا نحن كتلة التكتل الإسلامي، وأعطينا عنوان الكبير قائمة الجزائر الخضراء، والقرعة جبت لنا رقم 40. فلذلك جئناكم بتكتل واحد، جئناكم بقائمة واحدة، جئناكم ببرنامج واحد، رقمنا 40. ويوم 10 إن شاء الله مايو سوف تجدون قائمة مكتوب عليها تكتل الجزائر الخضراء رقم 40. فصوتوا على 40 يرحمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
مشكورين الحاضرين. والذي جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم في جزاكم من الموعد والعشرة الشيخ واحد الصورة